صديقي، تخيل لما اقولك ان في شخص واحد بس بيواجه مؤسسة بتحكم العالم كله، والمؤسسة بتمتلك وحوش مش بني ادمين يا صديقي. كل واحد فيه بيمتلك قدرة وقوة كفيل بان هو يهدد الدولة لوحده. لكن الشخص ده مش اي حد، ده ساكاموتو، اسطورة في عالم المختلين. لم يكن يجرؤ احد على ذكر اسمه فقط، لكنه بسبب وقوعه في حب بنت بيشوفها بالصدفة بيخرج من منظمة المختلين وبيسيب حياته القديمة خالص. بيتجوز البنت دي وبتخلف له بنوتة صغيرة وبيبدأ معاها حياته في سوبر ماركت صغير. وفي يوم عادي بيكون ساكاموتو قاعد في المحل بتاعه، بيدخل عليه من الباب شخص اسمه شين، مغتال برتبة عالية وكمان بيقدر يقرا الافكار. ومن الواضح ان هم يعرفوا بعض قبل كده. بيسلم على ساكاموتو وبيقول له ان هو جاي يودعه لانه هيسيب البلد النهارده. وفجأة بيطلع المسدس وبيضرب عليه النار، لكن ساكاموتو بيقدر يغير اتجاه الطلقة بحتة الحلاوة اللي كانت في بقه. اوبا دي شكلها تولع يا جدعان. وفي لحظة ساكاموتو بيختفي، وفي اثناء ما شين بيدور عليه بيكون هو مستخبي منه، وعشان يشتت انتباهه بيرمي علبة بسكوت في الناحية التانية وبينجح في كده فعلا. وده بيخلي شين يتحرك بحذر شديد وفي قمة تركيزه. لكن على مين؟ ساكاموتو بيكون جاهز ادواته بالفعل، حلاوة واستك، وفي انتظار اللحظة المناسبة. وبقدرة قادر يا مؤمن الحلاوة بتخترق كل حاجة قدامها كأنها رصاص. بس شين بياخد باله في اللحظة الأخيرة، لكن ساكاموتو بيكون مستنيه وما بيدلوش أي فرصة. وفي لحظة، أيوة يا صديقي، هي كانت لحظة واحدة بس اللي محتاجها ساكاموتو عشان يظهر جنب شين. والأول مرة بينفذ هجوم حقيقي بينهي بيه المعركة كلها بهجوم مدمر، وبيخليه يشوف لمحة من القاتل الأسطوري اللي كان عليها ساكاموتو في الماضي. وعلى عكس ما كان شين متوقع تماما، بيفتح عينه وبيلاقي نفسه لسه حي وساكاموتو ما قتلوش. لا، والغريب كمان ان هما بيكونوا مجهزين له الاكل. بيفهم في اللحظة دي ان الاكل مسموم، بس ما بتفرقش معاه لانه بيمتلك جسم عنده قدرة عالية على مقاومة السموم. لكنه مجرد ما بيبتدي ياكل عينه بتدمع وايده بتترعش، وده مش لان الاكل مسموم ولا حاجة. شين بيبكي من لذة الاكل وطعمه الجميل. بس المشهد التاني اللي بيشوفه بيخليه يفهم كل حاجة، لانه في اللحظة اللي بيشوف فيها ساكاموتو هو وعيلته وساعدتهم بالحياة البسيطة اللي هم عايشينها، بيقدر يفهم فيها انه عشان يقدر يحمي عيلته والحياة الجميلة دي هرب من حياته القديمة ومش هيرجع ليها تاني. وعشان نفهم اكتر بنرجع للزمن لورا شوية، وبالتحديد اليوم اللي قبل ده. بيكون ساكاموتو في محله كالمعتاد وهو وعيلته، ومعاهم عيل غيث عمال يلعب ومش سايب اي حاجة في حالها، لا وعايش في دور القناص وعايز يبهرهم بمهاراته. لكنه لسوء حظه في اللحظة اللي بيجي يفتح فيها الزبون الباب بتقع من الشنطة علبة الحبر وبتبهدله البنطلون. والراجل اول ما بيشوف كده بيتحول وبيمسك العيل اللي غيث ده وهو مش عارف يعمل معاه ايه. بس المصيبة ان الواد ما بيكتفيش بكده، ده كمان بينيل له الموضوع اكتر، وكأنه بيمضي للراجل على شهادة وفاة البنطلون. وده القرار اللي خده، الواد ده لازم يموت. لكن ساكاموتو بيوقفه في اللحظة الأخيرة، والطبيعي في الوضع ده انه كان هيقتله بالقلم الرصاص اللي في ايده. لكن ده كان زمان، اما دلوقتي كانت مجرد فكرة في دماغه. بس الغريبة ان في شخص قدر يشوف الفكرة دي بشكل كامل، وهو شين اللي بيظهر فجأة جوه المحل من غير ما حد يحس بيه. وده لانه بيمتلك القدرة على قراءة الافكار وبيشوفها في مشاهد زي التلفزيون بالظبط. اول ما بيشوفه على طول بيفكر في طريقة قتله، واللي بتصدم شين لانه قدر يشوفها